السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير. انا صباح ودي قناتي، واللي ما اشتركش معايا يشترك. تعالى نعمل اكلة بسيطة كده وخفيفة. هنعمل معاكم بانيه. حطيت كوباية زبادي وبيضتين نضربهم في بعض كده. بعد ما غسلت الفراخ، انا غسله الفراخ والبانيه ومنضفاه وعلى ملح بالملح وليمون، وشطفته وسبته في المصفى الصف لحد ما نشف، ما بقاش فيه ميه عشان يشرب التتبيله. ومعلقه بكوبايه الزبادي حملتها لبن وحطيتها عليه. دي بقى هتوفر عليكي من البيض للبن للدقيق للحاجات دي. ودي ليمونه كبيره معصوره، ودي بصلايه صغيره مبشوره بشر ناعم بميتها بحالها، ومشربها على المبشره على الناحيه الناعمه، مش هتبان معاكي في التتبيله. دي التوابل: سماه، توم بودرة وبصل بودرة وشطة، الشطة اختياري، وبابريكا وفلفل أسمر وملح و- ده فلفل أسمر وملح. وهنخلطهم كلهم في بعض عشان ناخد منهم للبقسماط. خدت تلتينهم. لو عايزة تقللي التوابل عن كده قللي، حط نص 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 نص. نقلبهم كلهم مشيكوا مع بعض. اقول لك التوابل مرة كمان: نص معلقة توم بودرة، نص معلقة فلفل أسمر، ملح معلقة صغيرة، معلقة صغيرة، بابريكا معلقة صغيرة مش مليانة. هنا بحط الدقيق معاكم، 3 معالق دقيق، وهقلب. بس هحط معلقة كمان، هيبقى 4. نص معلقة سماه، ونص معلقة خرنجان، حطيت المعلقة الرابعة اهو، ونص معلقة شطة، والشطة اختياري، مش عايزة تحطيها ما تحطهاش. كده سمكه تقيل شويه. حطيت نص كوبايه الزبادي ميه، مليتها ميه، حطيت نصها. عايزه تحطيها لبن حطيها، بس انا حبيت اوفر عليك شويه. وممكن تلغي اللبن خالص وتحط الكوبايه ونص ميه، هيبقى حلو زي الفل برضه. وهاخد البانيه وهحطه واسقطه في التتبيله دي، واقلبه كله فيها كده، واخلي حته البانيه تتغلف كلها بالتتبيله عشان تشرب منها وتحيق. انا كده خلصت كله بقلبه كله في التتبيله علشان وغطيته معاكم بشنطه بلاستيك. ممكن تغطيه بلاستيك اللي عندك حطيه، وحطيته في التلاجة لمدة ساعتين. ممكن تعمليه في ساعتها مش مشكلة. هنا معايا البقسماط، وحطيت عليه بقية التوابل اللي انا شلتها من التوابل اللي هناك. ده البقسماط. احنا هنا مش هنحط بيض بلبن ودقيق، لا، احنا خطوتين. احنا وفرنا خطوة بالتتبيلة الاولانية دي، وفرنا خطوة علينا. هناخد من التتبيلة على طول على البقسماط. بغطيها كلها بالبقسماط، ادوس عليها دوسة يعني حلوة كده جامدة، عشان البقسماط يمسك فيها. وهرصهم في الصينية في الطبق التاني ده.
بس لازم تكون ايديكي ناشفة، مش مبلولة طبعا من التتبيلة التانية. تلاحظ ان انا بمسكها بالمساكة، بالمسك، واشيلها من التتبيلة احطها على البقسماط. ممكن لو ما عندكيش المسك ده تمسكي بالشوكة، تغرز الشوكة في البانيه وتطلعيها، او تطلعي بيض وتخلي ايد ناشفة للبقسماط. دي معاك ودي معاك، المتوفر عندك. كده انا خلصتها كلها وريحتهم في التلاجة حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، كمان نص ساعة مش مشكلة، بعد ما دبلته بالبقسماط. وهنا حطيت زيت على البوتاجاز على العين في النص، بس موطيها شوية. ولما الزيت سخن، مش اتقدح، سخن بقى سخن حلو كده، مش مقدوح واخد غالي يغلي، عشان ما يسوالكيش من بره وتبقى نايه من جوه. وهنحمره معاكم. اكله بسيطه وسريعه. بص، ما تخلوش على البوتاجاز في الزيت يحمر قوي من تحت وبعدين تقلبيه، لا، يشمح كده وتيجي قلباه. يعني ممكن تقلبيه مره واتنين، ما تسيبوش على جنب واحد يحمر قوي وبعدين تقلبيه على الجنب التاني يحمر، لا، قلبيه مره واتنين. ممكن تقلبيه مرتين تلاتة كده، على يعني تديه حبه كده وحبه كده عشان ما يتحرقش منك. وتحاولي بس ما تزنقيش في الطاسه. لو طاستك صغيره عندي ممكن تحط اتنين بس. وما ياخدش وقت في السوا، مش سوا على طول. هتطلعيه على مصفى، هتطلعيه على مناديل زي كده. انا حطيت المناديل على الصينيه وطلعته عليه، وما كانش شارب زيت جو. وكده خلصت وصفتنا. وكده البانيه معاكم اهو، طلعناه وعملناه ورشينا شويه بقدونس على الطبق على السرفيس.